أولا بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى السادسة لتشكيل المقاومة الوطنية الذي كان قصب السبق فيها لفخامة النائب طارق محمد عبد الله صالح، الذي قام بتشكيل هذا المكون المدني والعسكري المتمكن وتمركز في الساحل الغربي. كان هذا المكون إضافة نوعية للقوات المسلحة اليمنية بشكل عام وللمقاومة الوطنية في كل الوطن، للدفاع عن كرامة الشعب وللدفاع عن سيادته وللدفاع عن شرعيته الوطنية. وقد بدأت منذ وقت مبكر عام 2015، ثم توالت عليها كثير من المكونات، كان أهمها المقاومة الوطنية. كانت رافدا قويا استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتكون بسرعة وأن تخوض معركة وطنية. استطاعت مع بقية المكونات أن تصل إلى إسقاط مدينة الحديدة، وكانت قاب قوسين أو أدنى من إسقاط هذه المدينة الاستراتيجية، إلا أن التدخلات والوساطات الدولية حالت دون استكمال تحرير هذه المدينة، واضطرت إلى العودة إلى مكان فرضته اتفاقية ستوكهولم. لكن هذه المقاومة بحد ذاتها تتمتع بالانضباط وبالقوة وبالثبات، ويعني لم نشعر في يوم من الأيام أن هذه المقاومة كانت إرباك على أي مكون من المكونات الأخرى، واستطاعت أن تحقق كثير من الإنجازات خلال فترة وجيزة. استطاعت أن تحقق تواجدها على الأرض وأن تحرر كثير من المناطق وأن تبني كثير من المنشآت الحيوية والاستراتيجية في المنطقة. كلنا على موعد مع تحرير اليمن كل يمن وعودة سلطته الشرعية إلى العاصمة صنعاء، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتحام كل هذه المقاومات في داخل المناطق المحررة وخارجها في مناطق الميليشيات الحوثية، حتى نستعيد بلدنا وسيادتنا ووطننا الحبيب وما ذلك عنا بعزيز. كل المكونات في إطار الشرعية كانت مكونات عسكرية، مقاومة وطنية، أو مكونات سياسية، أو أي ألوان طيف أخرى. ندعوهم في هذا الوقت بالذات إلى أننا في أمس الحاجة لوحدتهم، وإلى أن تكون كل هذه المكونات موجهة سلاحها وسياستها وثقافتها وإعلامها باتجاه عدو واحد، هي الميليشيات الحوثية الذي نراها تعبث اليوم بأمن واستقرار وشعب وسمعة اليمن داخليا وخارجيا. ونحن نرى يعني ما الذي يجري اليوم في البحر الأحمر، ونرى ما الذي يجري في مناطق سيطرة هذه الميليشيات. نشعر أن هذه المقاومة الوطنية وهذه المكونات العسكرية والسلطة الشرعية إذا ما تآزرت ووقفت والتحمت جميعها في اتجاه واحد سيعجلون بتحقيق النصر. نحن واثقين من ذلك ونرى ذلك مثل ما نرى الشمس في رابعة السماء.